امراض ضعف النظر والكلام. تمام. طيب في ناس عندهم حاله كده، يعني هم بيقولوا ايه، تهيؤات ولا دي حقيقه؟ يعني يحسوا ان ايه، في نقط سودة كده على الحيطه او يقول لك ايه، انا حاسس ان في حاجه كده عدت جنبي. ايوه. فهو ايه، بيقلق على نفسه يعني. دي شكوى مشهوره جدا، وعايزه اقول لك في ناس هي بتبقى كومن او منتشره اكتر في السن الكبير، بس حتى ناس صغيرين بتجيلهم وبتزاولهم بقى، اللي هو الدبانه راحت الدبانه جت. بصي، هو العين فيها قرنية وعدسة وفي شبكية. قدام الشبكية في حاجة اسمها الجسم الزجاجي، ده عبارة عن سائل كده لزج فيه بروتين اسمه الكولاجين. مع السن بيحصل له تفكك، بيتحول لمادة سائلة وبينكمش، فانت بيتهيألك ان في حاجات بتتحرك. ده طبيعي، دي كل حاجات فسيولوجيه طبيعيه بتحصل مع السن. يعني دي حاجات في العين، يعني تغيرات بتتحرك يعني في العين لكن مش حقيقيه، بروتينات بتتحرك جوه عينك. تعملي ايه في الحاله دي؟ ما تركزيش معاها بمنتهى البساطه، يعني هي تيجي يمين تعالي انت شمال، يعني عادي دي مش جدا. حاجه ضعف في العين او قصور في العين او كده يعني. دي اول مرحله. طيب افترضنا ان السائل ده هو بيشد على الشبكيه، ممكن يعمل حاجه اسمها قطع او جيتن التير. القطع ده نبتدي بقى نخش في مرحله خطر، هتبتدي بقى تشوفي بقى ايه، خيوط سودا وحاجات بقع كبيره وحاجات زي كده. مرحله بقى اخطر شويه، لو شد خالص عمل انفصال شبكي، تبتدي بقى تلاقي بقى الدنيا ستاره سودا وتشوفي فلاش نور زي اصلا. يعني الموضوع من الاول خالص سببه ايه؟ ملوش اسباب؟ اللي احنا قلناه في الاول، الذبابه دي حاجه فسيولوجيه ما فيش منها قلق. ما انت حضرتك قلتي ان هي بتتطور. لا، دي بقى بتتطور في حالات معينه، مثلا الناس اللي عندها سكر، لو اتخبطتي، الناس اللي عندها قصر نظر شديد بتبقى الشبكيه بتاعتها ضعيفه قوي، فبتبقى معرضه من اقل حاجه ان هي ايه، تخش بقى زي ما قلت لك في قطع او انفصال والكلام. احنا بقى مرحله الذبابه دي عادي ما تقلقش. لو ابتديت تحس باعراض ثانيه من اللي قلناها، فلاش نور زي فلاش الكاميرا، ستاره سودا، بقع بقى كتير بتزيد، خيوط عنكبوت، الكلام ده كله، هنا بقى نبتدي بقى نقلق ونكشف. طب نكمل سلسله التهيؤات. كمل. هي مش تهيؤات، هي رمشه العين او رف العين، اللي هو بتبقي تحسي ان العضله العين ايه، شغاله. واحنا طبعا عندنا مقوله يا الله مصيبه جايه، يا لطيف يا لطيف، الله يجعله خير يعني. ومره اليمين ومره الشمال، يعني كده برضو من الحاجات الكومن قوي، ويعني ليها اسباب كتير، بس اكتر حاجات المنتشره يعني او